ازيكم يا شباب؟ كتير منكم طلبوا مني اغطي كوميكس ريك اند مورتي، وبصراحه كده انا قررت اني اختار احسن القصص في الكوميكس دي واحسن الشخصيات، مش هحكي الكوميكس بالكامل لانها طويله جدا ومليانه باحداث ملهاش لازمه. والنهارده جايين نتكلم عن ايفل مورتي او مورتي الديكتاتور، نسخه في الكوميكس قريبه جدا من مورتي الشرير. مورتي عبقري زيه بالظبط وهدفه القضاء على كل نسخ مورتي في كل الاكوان الموازيه. معرفش النسخه دي هتطلع في المسلسل ولا لا، بس بصراحه عجبتني جدا، فتعالى احكي لكم قصته. قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك لان اللايك بيدعم وبيساعد جدا، وتعمل سبسكرايب لو لسه اول مره في القناه، وتفعل جرس التنبيهات لو حبيت الحلقه وحابب المحتوى. ويلا بينا. في عالم موازي، في كون مدمر بالكامل، كون مظلم يحكمه ديكتاتور بالحديدة والنار، والديكتاتور ده هو مورتي الشرير، متوصل بأجهزة مختلفة تربطه بسائل التنقل عبر الأبعاد. في الكون ده مورتي قاعد على عرشه بيستدعي إحدى العلماء، بيبصله في غضب وبيقول له: ها، اخترعت الجهاز ولا لسه؟ العالم بيرد في رعب: اجل سيدي، المره دي هيشتغل، هنقدر نحقق احلامنا في التنقل عبر الابعاد. مورتي الدكتاتور بياخد منه الجهاز وبيرد في غضب: احلامنا؟ الاحلام مجرد امكانيات مهدره لعقلنا المتعفن الغير قادر على الابداع. لو العالم ده كان فيه علم اكتر واحلام اقل، كان زماننا بنعيش العصر الذهبي للتطور، بدل ما احنا بنرضى بالنفايات اللي بيرميها لنا الفضاء عشان نعيش عليها. خدوه من هنا فورا. الحراس بياخدوا الدكتور عشان يقتلوه. مورتي بيفتح جهاز غريب وبيقول للدكتور: عملت امر جيد ايها الدكتور، انا فخور بك. في كون موازي، ريك بيلعب مع مورتي بالميه، بيقضوا وقت سعيد سوا. فجأة بيظهر قدامهم وحش مقزز. ريك بيتفزع، بيصرخ لمورتي يهرب فورا: مورتي، لقد جاء لقتلي، اهرب وحذر باقي نسخ ريك بسرعة. الوحش بيغرز مخالبه في صدر ريك وسط انظار مورتي المفزوع. ريك بيودعه وبيقول له ان باقي النسخ هيفهموه اللي بيحصل. مورتي بيعيط، بياخد مسدس التنقل عبر الابعاد وبيروح لكون ريك الاساسي، ريك سي 132. بيخش عليهم، وقبل ما بيقول اي كلمه بيقع على الارض مغمى عليه. ريك ومورتي العالم ده بياخدوه على طول على السرير، بس هو لسه ما فاقش من الصدمه. بيقول لهم بصوت مضطرب ان في وحش ظهر فجاه من العدم في العالم بتاعه وقتل ريك. ارجوكم اهربوا، اهربوا قبل ان يقتلنا جميعا. وبيفقد وعيه. ريك على طول بيتفزع، بيخرج من الاوضه وهو بيجري زي الفريسه المفزوعه صارخا: يا الهي، مورتي، احنا هنموت كلنا. بيجمع حاجته باقصى سرعه. مورتي مش فاهم ايه اللي بيحصل. ريك بيقول له: انا مش متاكد بالظبط، بس متاكد اننا لازم نهرب. من سنين والسيدة اوف ريك بيقولوا لي ان في خطر بيهدد نسخ ريك في كل الاكوان الموازيه، وحش بيقتلهم واحد ورا التاني بابشع الطرق. انا ما صدقتش، لان زي ما انت عارف دول اغبياء اصلا، بس اللي بيحصل ده اكد لي النظريه دي. الاشارات كلها بتقول ان في نسخ مني بيموتوا اسرع من المعتاد، اكن حد مستهدفهم، حد اقوى مما نتخيل. احنا لازم نستخبى. مورتي بيرد بخوف: هنستخبى فين؟ هنا ريك بيضحك، بيطلع خريطه لكون موازي، بيقول لمورتي ان الكون ده هو الكون الوحيد في كل الاكوان الموازيه اللي ما فيهوش ريك. ريك ما اتولدش فيه اصلا، ده المكان الوحيد اللي يقدروا يستخبوا فيه. بس الوضع خطر، لان العالم ده ما اتخلقش من اجل ريك، وممكن ما يقدروش ينجوا هناك. بيجمع باقي حاجاته. مورتي بيسلم عليه وبيقول له: هاي ريك، ما تنساش وعدنا. ريك ومورتي مع بعض الألف سنة. بيروحوا للعالم اللي ما اتولدش فيه ريك، بيلاقوه عالم مدمر، عالم مظلم بالكامل، هو نفس العالم اللي بيحكمه مورتي الديكتاتور. ريك بيقرب فورا من العالم ده وبيقول لمورتي ان كويس ان مفيش نسخة من نفسه كانت عايشة هنا، كان زمانه قتل نفسه من زمان. بياخد مورتي وبيروحوا الحانة. هناك ريك بيسكر، وبعد فترة مورتي بياخده وبيتمشوا في الشوارع. ريك بيفضل يقول نكت بايخة عن العالم ده وقد ايه انه مكان قاتم، لدرجة انه بيفكر يتخلى عن العلم ويبقى كهربائي يبيع لمض نيون. مورتي بيبدأ يتضايق من النكت البايخة اللي بيقولها ريك، وبيقول له: خف شوية، عرفنا انك روش ومش طايق المكان ده، ما تأفورش عشان النكت اللي بتقولها بدأت تبقى شبه بعض. اثناء كلامهم فجأة بيظهر قدامهم راجل عملاق مقنع بخوذة غريبة. الراجل بيشاور على ريك وبيقول: ريك، لقد جئت من اجلك. ريك بيستغرب وبيرد: انت ازاي عرفت اسمي؟ انا ما كانش المفروض اكون اتوجدت في العالم ده. الوحش بيرد: فعلا المفروض ما تبقاش هنا، بس احنا مبسوطين انك جيت. قبل ما بيكمل كلامه فجأة حد بينط على ظهره بيحاول يخنقه، ولكن الوحش بيتفادى هجماته، بيشيله وبيرزعه على الحيطة، وهو بيرد بغضب: انت مين وعايز ايه؟ لو بتفكر تخطف ريك مني عشان تسلمه بنفسك وتعلي رتبتك على قفايا فانا. قبل ما بيكمل كلامه بينقض عليه المهاجم، بيطيح بيه وبيدفعه على احدى الاسياخ الحديد اللي بتتغرس في ظهره وبتقتله على الفور. كل ده وريك ومورتي متفاجئين من اللي شايفينه. المهاجم بيقوم ببطء وبيقول لهم: اذا الاشاعات حقيقيه، ريك بنفسه وصل عالمنا، انتوا ليه جيتوا هنا ايها الحمقى؟ بيقوم المهاجم وبيكشف عن نفسه، وبنكتشف انها سمر، نسخه من سمر كبيره في السن وناضجه. بتبص لهم وبتقول: مرحبا بكم في كون 304 اكس،
احنا محتاجين نتكلم. في مكان اخر داخل القصر بنشوف بيس داخله على الملك، عينيها اليمين عليها شاشه سودا اكنها اتصابت واتعمت في العين دي، لابسه رداء طويل ودرع حديدي. بتبص للملك وبتقول له لقد وصلوا ولكن سمر انقذتهم. هنا مورتي الدكتاتور بيكشف عن وشه المشوه بسبب اتصاله بالاجهزه اللي وراه، وبيقول اخيرا قدرت استدرج الفيران بره جحورها، ما تقلقيش يا امي، هي مساله وقت وكل حاجه بنتمناها هتحصل. سمر بتاخد ريك ومورتي المكان مجهول، بتدخلهم جوه ممر سري، بيبصوا قدامهم وبيكتشفوا انها قاعده سريه مليئه بالمؤن والاسلحه. سمر بتوضح لريك ومورتي ان دي قاعده الثوار، ما تبقى من المقاومه لمكافحه مورتي الطاغيه بعد ان احتل العالم. في الوقت ده داخل القصر مورتي بيقول لبيس تفعل السلاح السري. بيس بتتفزع، مورتي ولكن دي سمر اختك، ارجوك فكر تاني. مورتي الدكتاتور بيرد بتجاهل، انا ماليش اخواتي يا امي، اختي ماتت في اليوم اللي انقلبت فيه عليا، حان وقت القضاء على التمرد للابد. سمر بتعرف ريك ومورتي بباقي اعضاء المقاومه، وبنكتشف كمان ان وسطهم جيري ابوها اختار انه يبقى مع المقاومه بدل ما يخدم مورتي الدكتاتور. ريك بيضحك على كل اللي بيحصل، قاعد بدون اي اهتمام على كرسي. مورتي متضايق ان نسخه من نفسه عملت كل ده. ريك بيتريق عليه وبيقول واو، دايما كنت بتساءل عن شكل العالم ده هيكون ايه لما يحكموا واحد منك يا مورتي، ادينا عرفنا هيكون حثاله حرفيا. بيس بتتغاظ، اصمت ايها الحقير، انت السبب في كل اللي بيحصل ده. ريك بيرد عليها، بيس ما تنسيش ان انا المفروض ما اكونش هنا اصلا، ده غير حابب اعرفك حاجه عن نفسي، انا مش مهتم باي حاجه، حرفيا مفيش حاجه مهمه في الكون ده. ايه يعني مورتي شرير؟ ما انا شفت الاف من نسخ مورتي كانت غبيه، ومنهم حرفيا نسخ اتولدت في عالم كله كراسي فشكله بقى كرسي زيهم، واللي مولود كلب واللي اتولد تليفون وبيتزا. مفيش حاجه مهمه، الحياه بلا قيمه، كل اللي عليا اعمله دلوقتي اني استنى لغايه ما القصه دي تنتهي عشان ارجع لعالمي زي ما بعمل في كل مغامراتي. سمر بتتغاظ وبترد، دي مش مغامره ايها الحقير. مورتي بيوقفهم وبيطلب من سمر تحكي له ايه اللي حصل هنا، ليه العالم ده بقى كده. سمر بتبدا كلامها وبتقول في عالمنا ده مورتي بتاعي مش زيك، مع احترامي ليك، مورتي بتاعي اتولد بنفس ذكاء ريك، عبقري من وهو طفل، قدر في ابتدائي يخترع اجهزه قادره على تدمير جيوش العالم كله بضغطه زر، كبر وبقى اخطر راجل في العالم، فرض نفسه على الحكومات وعين نفسه قيصر او ملك لهذه الارض. ولما وصل للهدف ده طمعه ابتدى يزيد، ابتدى يخترع اسلحه اكتر وتكنولوجيا متطوره، اتهوس بفكره الاكوان الموازيه وكان حابب يغزو كل الابعاد دي، فاخترع سائل بيخليه يشوف الاكوان الموازيه بس ما يقدرش يروحها. قدر يشوف الاف النسخ من ريك واكتشف انه اذكى مخلوق في الكون، وده زاد جنونه ان في حد اذكى منه، فقرر انه يقتل نسخ ريك في كل العوالم. خلى ده هدف حياته وفقد طريقه اللي اتربى عليه، وده خلاني اتخلى عنه واكون قاعده سريه للتمرد على اخي الطاغيه. انضم ليا ابويا جيري، بس امي قلبها كان احن من انها تسيب ابنها الصغير لوحده ففضلت جنبه. كل اللي حصل لكم ده فخ يا ريك. مورتي الدكتاتور كان بيبعت وحوش يقتلوا نسخ ريك على امل واحد زيك يحاول يهرب ويجي العالم ده بالصدفه، ويقدر هو يسرق مسدسك للتنقل عبر الابعاد ويغزو الاكوان الموازيه. في الوقت ده داخل مقر الثوار افراد المقاومه خلصوا شغلهم ورايحين للبار يغيروا جو. جيري بيطلب منهم يجي معاهم ولكنهم بيشتموه، بيتنمروا عليه وبيقولوا له انه مش راجل، وده بيكسره وبيخليه يروح لاوضته متضايق. وهو قاعد بنشوف الساعه اللي في ايده بترن وبيطلع منها هولوجرام لبيث. هنا بنعرف ان جيري في الحقيقه هو مجرد جاسوس بعته مورتي الدكتاتور عشان يتجسس على سمر وافراد المقاومه. جيري بيسخف وبيحاول يهزر مع بيث، ولكن بيث بتوقفه وبتقول له يا الهي يا جيري، ركز بحق الجحيم، مهمتك استرجاع ريك سانشيز باي ثمن. جيري بيرد حاضر بيث، بس مالك كده من ساعه ما ركبت الشاشه السودا دي وانت حلوتي عن الاول بكتير، ما تقلعيها كده وخلينا نسترجع الماضي الجميل. بيث بترد بغضب، عايز تشوف الفجوه المشوهه اللي تحت الشاشه مكان عيني المصابه؟ ده بيثيرك ايها الاحمق؟ نفذ المهمه الان وارجوك لا تفشل هذه المره. بتقفل معاه، وهنا جيري بيقوم جسمه مرتعش وبيقول لنفسه تبا، انا وقعت نفسي في ايه بحق الجحيم، استجمع شجاعتك يا جيري، سافعلها سافعلها. في الوقت ده سمر بتروح تكلم ريك، بتقول له انه معجب باللي عملته في المكان ده. سمر بترد ان ده مش كفايه لايقاف مورتي الدكتاتور، وبتكمل ريك انا عارفه انت ليه هنا، ممكن تمثل قدامي انك مش مهتم والحياه بلا قيمه وكل الكلام الجميل ده، بس انا وانت عارفين كويس انك كان ممكن تروح اي كون تاني غير ده، كان ممكن تروح لنسخ من نفسك تستخبى عندهم لو خايف بجد، بس انت جيت هنا عشان تساعدنا، فارجوك ارمي قناعك المزيف ده وساعدنا. ريك بيمتعض، ولكن قبل ما بيرد بيسمع حد بيصرخ من وراه قائلا ارفعوا ايديكوا لفوق دلوقتي. وهنا بنشوف جيري موجه مسدس على راس مورتي وبيصرخ ريك
تعالى معايا دلوقتي والا فجرت راس حفيدك المفضل. بيس بتتصدم من خيانه ابوها، وريك بيقول في غضب: واو جيري، ما كنتش فاكر انك هتوصل للمستوى ده ابدا. بجد انا بحتقرك لدرجه اني شايف انك ما تقدرش تبقى اندل واحقر من اللي انت فيه، بس انت ابهرتني باللي انت بتعمله دلوقتي. جيري بيتعصب وبيرد: ومين مهتم برايك ايها العجوز؟ دي مش عائلتك يا سمر، سيبيه وتعالي جنبي. بيتوتر وبيدوس على زناد المسدس بدون قصد، بيسيب مورتي في بطنه ليسقط على الارض فاقدا وعيه. ريك بيتغاظ، بيوجه مسدسه على جيري وبيقول له: انا هقتلك ايها الحثاله. جيري بيرد بغباء: ده لو انا ما قتلتناش الاول، اراكم في حياتي الاخرى ايها الساده. بيفعل قنبله كان زارعها في الحيطه جنبهم، المؤقت بيعد، وفجاه القنبله بتسبب انفجار ضخم بيقتل جيري على الفور. ريك بينجو من الانفجار، بيطلع بين الانقاض بصعوبه. بعد ما المبنى كله انفجر بالكامل، بيتفاجأ بمورتي الدكتاتور قدامه اللي بيقول له: يا لك من عار، مرحبا بك في عالمي. بيدوس على وشه برجله ليفقده الوعي. في الوقت ده سمر بتاخد مورتي المكان امن، بتعالج جراحه. مورتي بيقوم مفزوع وبيسأل عن اللي حصل. سمر بتحكي له ان كل حاجه انتهت، القاعده اتدمرت، الاشرار انتصروا. مورتي بيسألها عن مكان ريك، بترد: معرفش، بس هو احتمال من اتنين ملهمش تالت، اما ريك مات وسط الانفجار او مورتي الدكتاتور قبض عليه وبيعذبه دلوقتي عشان يعرفوا مكان مسدس التنقل عبر الابعاد. بالفعل بنشوف ريك في القصر متكتف من ايديه ورجله، عريان بالكامل، وبيتم تعذيبه على ايد مورتي الدكتاتور. مورتي بيسأله عن مكان مسدسه، ريك بيقول له: المسدس اتدمر وسط الانفجار ايها الاحمق. ولكن مورتي مش بيصدقه، بيطلب من امه انها تستكمل تعذيبه لغايه ما يعترف. في الوقت ده بيس ومورتي بيقدروا يتسللوا لقصر الدكتاتور. بيس بتقول لمورتي: مش متخيله انك قدرت تقنعني بالمهمه الانتحاريه دي، بس فعلا لازم نستعيد ريك لو قدامنا اي فرصه للنجاه. مورتي الدكتاتور لسه مستمر في تعذيب ريك. ريك رافض بالاعتراف بمكان مسدسه. مورتي الدكتاتور بيبص له ساخرا وبيرد: ملهاش لازمه الشجاعه دلوقتي يا ريك، انت عمرك ما هتخرج من هنا ومفيش حد هيجي ينقذك. ريك بيرد بصعوبه وعينيه متورمه: مورتي وسمر هينقذوني، سمر بقت اقوى دلوقتي، شفتها بترمي راجل على حديده. هنا مورتي الدكتاتور بينفجر ضحك: انت بجد مصدق ده؟ مصدق ان سمر هتيجي علشانك انت؟ سمر اكتر واحده بتكرهك فينا كلنا. عمرك ما سالت نفسك احنا ازاي جينا العالم ده؟ العالم ده اتوجد بدون ريك، ازاي احنا فيه دلوقتي؟ قبل ما بيكمل كلامه بيسمعوا صوت انذار بيهز ارجاء المكان. الحراس بيخشوا على مورتي الدكتاتور وبيقولوا له ان سمر ومورتي قدروا يتسللوا للمكان. الدكتاتور بينفعل وبيأمر باغلاق المقر بالكامل واستخدام الاسلحه الثقيله في قتل سمر ومورتي. محدش هيخرج من هنا حي. ريك بيسمع كل ده وبيحس بالقلق على حفيده ومورتي. سمر ومورتي بيشقوا طريقهم في انحاء القصر، بيقتلوا الحراس واحد ورا التاني، بيفجروا المكان بالكامل وبينتقلوا لغرفه مؤمنه. داخل الغرفه مورتي بيبص قدامه وبيتفزع من اللي شايفه، مسدس ريك محطوط جوه زجاج مؤمن لحمايته. سمر بتكسر الزجاج، مورتي مصدوم مش فاهم ايه اللي بيحصل، بيقول لها: طالما مسدس ريك هنا، مورتي الدكتاتور بيعذبه فوق ليه؟ سمر بتقول له ان ده مش مسدس ريك، ده مسدسي انا. بتطلع مسدس تاني من ظهرها وبترد: ده مسدس ريك الحقيقي، سرقته منه واحنا بنتكلم في قاعده المقاومه. مورتي بيتشوش اكتر وبيطلب من سمر توضح له اللي بيحصل. هنا سمر بتحكي له كل حاجه: مورتي انا كدبت عليك، احنا ما اتولدناش في العالم ده، احنا جينا هنا بالظبط من سنين طويله، جينا باحثين عن مهرب في عالمنا المدمر. عالمنا الحقيقي تم تدميره بالكامل على ايد ريك، فقررت اخد اخويا مورتي وبيث وجيري للعالم ده عشان نبدأ بداية جديدة، ولكن للأسف شحن بطارية المسدس خلص واستقرينا هنا. مورتي مع الوقت ابتدى يتغير، بقى أذكى بكتير من الأول وشره ابتدى يزداد، بقى زي ريك بالظبط. مع الوقت عمل تجارب كتير، حاول يخترع وحوش قادرة للتنقل عبر الأبعاد، ده غير انه اخترع جهاز يخليه يبص للأكوان الموازية بس ما يقدرش يروحها. اتهوس بفكرة القضاء على نسخ ريك في كل العوالم. هو شايف ان ريك مجرد مرض بيدمر اي مكان بيروحه، دمر عيلتنا بالكامل، فكان الحل الوحيد هو القضاء على المرض ده قبل انتشاره. اتهوس بالفكرة دي واصبح ديكتاتور طاغية بيحكم العالم بقبضة من حديد. ولما لقيت شره جاوز الحدود قررت اتخلى عنه واسيبه، ومن ساعتها ما بكلموش. انا جيت عشان اشحن بطارية مسدسي بمسدسه واجمع طاقة الاتنين مع بعض في مسدس واحد يسمح لي اهرب انا وانت من هنا. ده الحل الوحيد، احنا لازم نهرب فورا، لازم نتخلص من ريك ما يستحقش الانقاذ. صدقني يا مورتي، انت مش متخيل كمية العوالم اللي دمرها، مش متخيل كام نسخة من نفسك قتلها بسبب غلطات تافهة كان بيعملها. انا بصيت لالاف الاكوان الموازية واكتشفت ان نسخ مورتي الوحيدة اللي بتعيش حياة سعيدة وبتتجاوز سن المراهقة هي النسخ اللي عمرها ما قابلت ريك.
اهرب معايا الان. مورتي بيرفض وبيقول لها ان ريك عائلته ومش هيتخلى عنه ابدا. في الوقت ده بيز بتحرر ريك من اسره، بتقول له انها مش مستحمله تعيش في العالم الملتوي ده تحت حكم ابنها المراهق ده، حتى ابنها اجبرها انها ترجع لجوزها جيري بعد ما اتطلقوا. بتطلب من ريك انه يلاقي طريقه يخرجهم من هنا. ريك بيسالها امال عذبتيني كل ده ليه وانت ناويه تحرريني من الاول؟ بيز بترد ربما عندي مشاكل ابويه، ربما انا شبهك اكتر بكتير مما كنت اتخيل يا ابي، اعتقد احنا الاتنين محتاجين دكتور نفسي. سمر لسه بتحاول تقنع مورتي بالهرب معاها لعالم مختلف، بتقوله ان الشحنه في مسدسها كافيه لفتح بوابه واحده بس تخليهم يهربوا من المكان، وان القرار بايده في النهايه. بس قبل ما بتكمل كلامها فجاه بيحصل انفجار ضخم بيدفعهم بعيد على الارض. بيقتحم المكان مورتي الشرير جالس على آلي عملاق محمل بالقذائف والأسلحة، ووسط النيران الدكتاتور بيصرخ سمر كل شيء انتهى، لقد خسرت الحرب، ارجعي لي مسدسي واستسلمي على الفور. بيقرب منها بالآلي بتاعه وبيزداد غضبه. احنا الاتنين كنا عايزين نفس الحاجة يا سمر، عالم من غير ريك، كنا هنعيش في جنة، بس انتي كنتي اضعف من انك تاخدي الخطوة الجاية. ما فكرتيش في كل نسخ مورتي اللي ماتوا بسبب ريك الحثالة ده؟ سمر بتستخبى وراء الصندوق وبترد انت بتتكلم دلوقتي زي ريك بالظبط يا مورتي. هنا بينفجر مورتي غاضبا انا مش شبه ريك في حاجه. سمر بترد اذا اثبت لي ده، اثبت لي انك لسه اخي. مورتي الدكتاتور بينزل من الآلي بتاعه بيقرب من سمر وبيقول لها هي دي خطتك لاصلاح كل شيء؟ سمر بترد انا ما كنتش عايزه نوصل لده، انا كنت بحاول احميك من ريك عشان كده جبتك العالم ده. مورتي الدكتاتور بيرد في غضب بصي عليا، بصي على وشي، انت شايفه ان العالم ده احسن ليا بشكل ده؟ انت اللي عملتي فيا كده مش ريك. سمر بتحس بالندم، بتبص على الارض في كسره وبتقول مورتي انا هنا. مورتي بتاعنا بيقاطعها مصرحا لا ما تعتزلوش، اللي بيقوله ده غباء، انت ما تحولتش لشرير بسبب سمر، نسخنا مش بتموت في كل الاكوان الموازيه بسبب ريك، الامور السيئه دايما بتحصل لنا بالصدفه، هو ده قدرنا اننا نعاني طول الوقت ده. قبل ريك كنا بنعاني وبعده برضه فضلنا نعاني، دي مش غلطه حد ولا غلطتنا حتى احنا، الكون بس بيكرهنا يا مورتي. هنا مورتي الدكتاتور بيدرك الحقيقه وبيقول انا صح، انا اسف جدا يا سمر. بيجري على اخته سمر وبيحضنها في مشهد مؤثر. هنا بيوصل ريك وبيث المكان مش فاهمين اللي بيحصل. مورتي بيقول له انه تعب من العالم ده وعايز يرجع البيت. ريك بياخد مسدسه من سمر بيفتح بوابه لعالمه وهو بيسال مورتي ايه اللي حصل هناك يا مورتي. مورتي بيبص بكثره على الارض وقبل ما بيرد هنا ريك بيقطعه في جنون وبيكسر الجدار الرابع صارخا هي دي نهايه القصه يا مورتي، شخصيتك اتطورت، بقيت ناضج يا مورتي. الكتاب انهوا القصه بان الكون بيكرهك، ده بناء جيد للاحداث، الحبكه اتطورت يا مورتي، نهايه مرضيه للناس اللي بتقرا دلوقتي، بتعرفك قد ايه الكاتب عبقري. بيفتح هيم مورتي وبيقربها مننا صارخا وبلبدبدب. لسه برضو بقول الجمله دي، الناس بيحبوا يسمعوها. اتوا هذه القصه تقييم جيد، ريك اند مورتي الالف سنه. وبس كده يا اخوانا تنتهي قصتنا على كده. قول لي انت رايك في الكومنتات، هل حابب النسخه دي تطلع في المسلسل ولا لا؟ ولو طلعت تفتكر هتبقى قويه ولا هيقللوا قوتها بكتير عشان يناسب احداث المسلسل؟ قول لي انت رايك في الكومنتات يا معلم. وكالعاده ما تنساش تعمل لايك لان اللايك بيدعم وبيساعد جدا، وتعمل سبسكرايب لو لسه اول مره في القناه، وتفعل جرس التنبيهات لو حبيت الحلقه وحابب المحتوى. وبيس.